فيديو وصفة الرويال آيسنج باستخدام بودرة المارينج. في الفيديو ده أنا مستخدمة بودرة ويلتون مارينج باودر من ماركة ويلتون. البودرة دي ممتازة جدا. حنستخدم خل طبعا عشان نمسح فيه الماعون، وحنستخدم الخطاف ده، وحنحتاج لسباتيولا طبعا، معالق معيارية وأكواب، وحنحتاج لملح ومنخال، وحنحتاج لفانيليا سائلة، وأكيد ما حننسى طبعا سكر الآيسنج. حنستخدم العجان في الوصفة دي. وحأجيب السكر حقي. حنعمل نص كيلو سكر اللي هي بتعادل 4 أكواب معيارية. طبعا في البداية مسحنا المعون بالخل عشان نتأكد إنه نظيف من أي دهون، عشان ما تأثر لنا في الوصفة. وحبدأ أضيف السكر. السكر طبعا لازم يكون سكر آيسنج، هو سكر ناعم جدا. برضو عشان نزيل التكتلات لازم يتغربل السكر، عشان لو في أي حبيبات ما تنزل معانا. بعد كده حابدأ أضيف بودرة المارينج. حأحتاج هنا ل3 أكواب أو 3 معالق كبيرة من بودرة المارينج، ولازم نديها مسحة كده. حنضيف رشة من الملح، وحنبدأ نجهز للخليط. بالنسبة للموية هي حتكون ضعف مقدار المارينج باودر. يعني إحنا ضفنا 3 معالق كبيرة من بودرة المارينج. الموية حتكون 6 معالق كبيرة من بودرة المارينج. حأضيفها للخليط، وحأضيف كمان نص ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. طبعا ده اختياري، هو أصلا المارينج باودر بيكون فيه نكهة جميلة، بس لتعزيز النكهة حنضيف الفانيليا. وحابدأ أخلط الخليط. طبعا إحنا already قلنا الموية هي ضعف مقدار المارينج باودر. تمام. حابدأ أخلط الخليط. حنلاحظ في شكل الخليط إنه بيشبه قوام الكيك. في البداية حنخلطه بسرعة بطيئة جدا، ودي النتيجة، ده بيكون شكله. بعدها حأزيد السرعة على أعلى سرعة لغاية ما يصبح القوام كريمي فلافي خفيف، ويكون لونه أبيض. بالنسبة للوقت حأحتاج تقريبا 4 ل5 دقائق، طبعا حسب سرعة العجان. ممكن كل شوية نفتح العجان ونقلب الرويال آيسنج، لأنه بيكون موجود يعني لاصق على سطح الماعون، فأقلبه كل شوية أتأكد إنه عشان أتأكد إنه كله اتخلط مع بعض بصورة ممتازة. وحرجع تاني أقلب في سرعة عالية. إذا وصلنا للنتيجة دي معناته القوام بقى مظبوط معانا. من اسمه التثليج الملكي، بيشبه الثلج يعني. قوامه سميك متماسك بالصورة دي. بعدها حأنقله على أي كونتينر أو أي علبة عندي، وأبدأ أشتغل فيه. إذا حشتغل فيه على طول حنشتغل فيه، أو
طبعا قبل ما نشتغل فيه لازم نغطيه لأنه بطبيعته هي كريمة بتجف بسرعة بالهواء. فلازم نتأكد إنه اتغطى بصورة كويسة. طبعا هو وصفة الرويال آيسنج بنستخدمها في تزيين الكوكيز وبعض أنواع التورت خصوصا الكيكة الزفاف. في بعض الديتيلز البسيطة كده بتتعمل بالرويال آيسنج. الكريمة دي ما مناسبة مثلا للكب كيك أو تغطية كيك لأنها بتجف وبتبقى قاسية بعد ما تجف. هنا حأوزعها على العلبة أو المعون اللي أنا أخدتاه، وحأغلفه بكيس نايلون عشان ما يجف معايا، وبتأكد من إني فرغت كل الهواء الموجود في العلبة. لأنه أي جفاف في سطح الرويال آيسينج ممكن إذا اتنقل معاي على كيس البايبنج يسد الكيس وحيخرب معاي الشغل، فلازم أنتبه للنقطة دي مهمة جدا. وبس ده كان نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا.